السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نعملوا الهريسة العربي التونسية. واحنا عندنا انواع في تونس من الهريسة العربي. فما الفلفل اللي نشيحوه يسموه فلفل مكوش، وفما الهريسة العربي اللي نطيبوا بها، اللي تعطي اضافة بنينة ياسر للماكلة متاعنا، وتجي هكا موزوزة واحنا معروفين بها. هي السر في أكلاتنا. ناخذ فلفل أحمر كيما تحبوا، كان عندكم يعني فلفل الأحمر يعني متاع البلاد متاعكم بالطبيعة. أنا نلقى هذا في الكون سيرفاس، خذيت منه، خذيت رطل باش ننظفوه نحاولوا. فما اللي يخليها بالزراعة باش تجي مزوزة برشا. أنا حبيت ننظف الزراعة متاع شطر الكعبات ونخلي متاع شطر الآخر. نحبها حارة، مش يعني ناقصة حرورة، أما مش حارة برشا. وزيد من فوق هذاك الكل لازم راهو نشقوه الفلفل باش نشوفوا كان فماشي حاجة فيه الداخل دود وإلا خامر وإلا حاجة. دونك نظفوه الكل، ما نوسعوا بينا معاه، نخليو حاجات اللي تلقاو الزراعة متاعو مكبوسة وصافا معناها لونها باهي ومريقلة وكل اللي كنخليوها. اللي تلقاو الزراعة متاعو لونها مستكحل وإلا خامر من داخل وإلا حاجة، دو بريفيرونس نلوحوه. ان ننظفوا الفلفل متاعنا كيف ما قلنا. الكعبة نخليوها كعبة، نحيو القرن الراس الفوقاني هذاك منين يعني الاخضر هذاك، ونكملوا نقصوه في زوز وننظفوه بالكدا ونحطوه باش يفور ان شاء الله. انا حبيت نوريكم لي زيتاب شويه بشويه. فما قرون خليتهم، وفما قرون الحق نحيتهم، يعني ما خليتهمش، نحيت لهم الزراعه متاعهم. ساعات ما بها حتى شي الزراعه، جوست يعني باش ما يجيش حار برشا، خاطر الزراعه تحرحر برشا برشا يعني الماكله متاعكم. توليو تقراو حسابكم. يعني احنا خاطر نحطوا الفلفل، عنا انواع كيما قلنا، هذه الهريسه العربي، وعنا الفلفل زينه اللي هو الفلفل نشيحوه في الشمس ونرحيوه، وعنا الهروس، وعنا الفلفل المكوش. يعني بالحق نعملوا كوكتيل متاع ماكلة في الماكلة، يجينا الماكلة متاعنا موزوزة وحارة. أما احنا ندوزو، يعني نحطوا من كل حاجة شوية شوية، يعني ما نعبيوش برشا الطنجرة بالفلفل وكل شيء تجي حارة ما تتكلش معناها بالحق. نعرفوا كيفاش نحكروا في الطنجرة متاعنا شنو نحطوا، قداش كدي كونتيتي، نعرفوا لي كل حاجة عنا راهي حارة، دونك نحطوا منها شوية شوية شوية. ديكو يجي الميلانج في الاخر. ماكلتنا التونسية بالحق ماكلة معروفة برشا وبنينة بنتها، معناها ما فماش، ما نتصورش فما عبد يجي لتونس وما يحبش ماكلتنا وما تعجبوش وما يشيخش عليها. يعني ميلانج بين الماكلة الأوروبية والماكلة العربي، وفيها برشا، عنا برشا دي بلا صحيين، وعنا برشا حاجات يعني بالحق مهمين على الاخر في البلا متاعنا تونيزيان. بالحق ماكلتنا معروفة وبنينة وتشرهك باش تاكل. معناها نحنا الهروس نحطوه معاها شوية زيت وزيتون وناكلوه حتى عادي. دونك هذايا باش نحطوه يفور. بعد ما يغلي الماء بالطبيعة، الحاجة نعرفوها فورت. بعد ما يغلي الماء نحطو معاه الثوم، نغطيوه كيما شفتوا، نخليوه يفور على روحه، ما أكثرش من 40 دقيقة، صيف ساعة 40 دقيقة. تلقاو بطبيعتكم تشوفوا الفلفل يترخى والكل. دونك تعرفوا اللي الفلفل متاعكم معناتها طريق الطاب، ما تستنيوش منه انه يولي راهو هكا ياسر هكا لايث وكل. جست يطرى شوية، يعمل يطرى الفلفل، يعني من بعد في الرحيين باش يجيك باهي. تفقدتوا شفتوا مازال، دونك خليته يرتاح شويه. هذه لاباري اللي باش نرحي بها الحق، هي نورمالمون انا هذيا نتاع الحمى ما نرحي بها ساعات الهريسه، خاطر تعاوني شويه. دونك توا بعد ما فور وكل شيء باش نخرجوا نحطوا شويه في الفور باش ينقص هكا الماء نتاعو. فما اللي يسقطرو، تحب تسقطروه، تحبوا تحطوه في الواحد ما يقلقش. ومن بعد ترحيوه تو سامبلومون. هذايا الهريسه نتاعنا. أه نجموا تحطوا لها الملح وقت اللي تفور والا وقت اللي ترحيو. انا حطيت الملح كي صبيتها في الدبوزه. هذه البلان تاعنا، هذه الحمراء الجميله متاع تونس. لبنينا ان شاء الله. يا رب يعجبكم الفيديو، وان شاء الله في فيديوهات اخرين.